يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعين قناة نيكست ويف. معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن التلاعب النفسي، لكن قبل ما نبدأ حلقتنا ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. في البداية خلوني أقول لكم يعني إيه تلاعب نفسي. ده يعتبر من السلوكيات الإنسانية المعقدة اللي ممكن تمارس عليك في العلاقات الشخصية أو المهنية، والنوع ده من التلاعب بستخدم فيه أساليب نفسية ذكية عشان أقنع حد أو أأثر عليه بطريقة غير مباشرة، وده بيؤدي في الآخر إني أغير مشاعره أو رأيه أو سلوكه في موضوع معين. طيب هل تفتكروا التلاعب ده ليه أشكال أو طرق أعرفه منها؟ هقول لكم أول طريقة هي التلاعب العاطفي. النوع ده بيعتمد على استغلال المشاعر الإنسانية، زي إني أحسسه بالذنب أو بالخوف عشان أجبره على إنه ياخد قرار معين. تاني طريقة هي طريقة تحويل الحوار، بمعنى إني أغير موضوع المناقشة خالص وأدخلك في مواضيع تانية بحيث إني أهرب من إني أرد على أسئلة معينة مباشرة اتسألت لي. تالت طريقة وهي التهديد، بمعنى إني أستخدم أسلوب التهديد معاك عشان أضغط عليك فتضطر توافق على اللي عايزه. آخر طريقة معانا هي التقليل من ثقتك بنفسك، بمعنى إني أفضل طول الوقت مشككاك في تصرفاتك وبنتقدك عشان أخليك تبقى معتمد عليا طول الوقت فتعمل برضو اللي أنا عايزه في الآخر. طيب تفتكروا التلاعب النفسي ده ليه تأثيرات؟ هقول لكم ممكن يكون ليه تأثير إيجابي وممكن يكون ليه تأثير سلبي. التلاعب النفسي هيكون ليه تأثير إيجابي لو اتطبق عليك بنتيجة إيجابية، زي مثلا لما تحاول تقنع شخص إنه يصالح حد، أو لما يكون في مشكلة بين زوج وزوجة أو أب وابنه والموضوع باظ خالص فبتحاول تقرب وجهات النظر ما بينهم. إنما التلاعب النفسي هيكون ليه أثر سلبي لو أثر عليك وخلاك تفقد ثقتك بنفسك وعلى قدرتك إنك تاخد قراراتك في حياتك، أو لما الشخص المتلاعب يخليك طول الوقت متوتر وقلقان ويجيب لك اضطرابات نفسية، أو ممكن يجي شخص يلعب في دماغك ويخليك تقطع علاقاتك بناس معينة في حياتك لمجرد إن هو متضايق من تعاملك معاه أو إن هو موجود حواليك أصلا. طيب دلوقتي خلونا نعرف إزاي نحمي نفسنا من التلاعب النفسي. ده هيكون عن طريق إني أكون واعي لنفسي جدا وفاهم مشاعري وأفكاري كويس، وأنا عايز إيه وهبقى مرتاح إزاي، فبالتالي مش هكون هش قوي لما يجي حد يحاول يأثر عليا بكلامه. كمان حتة إني أعمل حدود شخصية مع الآخرين ومسمحش لحد إنه يعديها، دي من الحاجات اللي هتحميني أنا كشخص من التلاعب النفسي. ما اسمحش لحد أبدا إنه يتدخل في حياتي الشخصية أو المهنية، على طول لازم أقوله لأ، مش مسموح لك إنك تتدخل في الحتة دي خالص في حياتي، لأن دي مساحتي الشخصية، خصوصا لو أنت شخص بتقدر تقيم الأشخاص في حياتك صح. كمان طريقة التواصل الواضح، بمعنى إني أبقى عارف أعبر عن مشاعري واحتياجاتي بشكل واضح عشان مهما حد حاول يغير رأيي أفضل ثابت زي ما أنا. وفي النهاية التلاعب النفسي هو سلوك ممكن يكون مدمر وممكن يكون طوق نجاة بيأثر على حياة الناس وعلاقاتهم. المهم إنك تكون واعي لأساليبه وهدفه من تنفيذه عليك، وكمان تقدر تحمي نفسك إزاي منه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني في حلقة جديدة وموضوع جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. كانت معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح، كل يوم خميس على قناة نيكست ويف، وأشوفكم على خير.